السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ نتكلم النهاردة إن شاء الله على نوع من أنواع الصبارات اللي هو الجيمنوكاليسيوم. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده احنا زارعين منه أكتر من نوع. النبات عندنا ده ما بيحتاجش يكون فيه ضوء، يعني ضوء مباشر، يعني لازم يكون عندي محتاج يكون ضوء غير مباشر بحيث إن النمو عندي بالنبات يكون كويس. طبعا الجزئية بتاعة الري ببقى أعتدل جدا في موضوع الري، يعني ولا هو كتير ولا هو قليل. طبعا عندنا بيكون في انه الاشواك زي ما احنا شايفين اشواك بالشكل ده، كل دي اشواك موجودة عندنا. طبعا بيدينا الاوراق عندنا بتكون او الاجزاء عندنا بتاعة الصبار بتدينا الوان مختلفة زي ما احنا شايفين، لون احمر ولون برتقاني شوية، ولون شبه اصفر شوية. النبات عندنا محتاج عناية طبعا، وده يمكن من الانواع اللي احنا اول مرة نتكلم عليها او اللي احنا نجيبها. شكرا.